مشاريع وبنى تحتية تنتظر اتفاق السياسيين لإقرار الموازنة التي لم يصوت البرلمان عليها حتى الآن، الأمر الذي دعا المواطنون في كركوك إلى المطالبة بإقرار الموازنة الاتحادية لإنجاز المشاريع العمرانية والخدمية. الموازنة الاتحادية ومعه يحتدم الجدل السياسي بين الكتل والمجموعات الحزبية والسياسية إزاء إقرار موازنة مختلف عليها وعلى حساباتها الختامية ومقترحات بشأن استراتيجية توظيف الأموال العراقية واستثمارها، موازنة اتحادية ومشاريع عمرانية وبنى تحتية تنتظر رحمة ورأفة السياسيين، سيناريو متفق عليه من أصحاب المصالح الفئوية والحزبية في كل سنة جديدة، وكأن هذه الديباجة فقرة قانونية في الدستور العراقي وهم ملتزمون بها في عدم التصويت على موازنة كل عام، فشل تلو الآخر ألقت بظلاله على الشارع العراقي في كركوك. أنا طبعا مقاول رافع سلف يمكن صار شهرين، الراجع المحافظة يقولون والله المشكلة مو يمنا بالبرلمان، وهاي احنا جاي ندفع ثمنه، هاي التجاذبات والمشاكل اللي جاي تصير بين الكتل احنا جاي ندفع ثمنه. فرد نوبة في برلمان دا يفكر بس بنفسه، ما دا يفكر ابد بالشعب. لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس محافظة كركوك حملت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي في تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة على حساب أجندات سياسية يكون المواطن هو المتضرر الرئيسي منها. الأمر في بغداد مع الأسف متعرض إلى التجاذبات السياسية والتجاذبات والمصالح الحزبية الضيقة أو الكتلية اللي يسميها. نحن نحث إخواننا في مجلس النواب على الإسراع ونبذ هذه الخلافات جانبا والإسراع بإقرار هذه الموازنة لما فيه خدمة للصالح العام. سياسيون ومراقبون رأوا أن الحل الأمثل لمشكلة الموازنة الاتحادية التي تتكرر كل عام هو إجراء التعداد السكاني والذي سيضمن لكل محافظة حصتها وضرورة الإسراع بإقرارها. يجب أن تكون الموازنة ويأخذ بنظر الاعتبار المحافظات المتضررة، مثلا كركوك من المحافظات المتضررة لم تعد أراضيها لحد الآن برغم مرور 10 سنوات، والتركمان من الشعوب المتضررة في كركوك، فعدم اتفاق على موازنة العراق يؤدي إلى وصول إلى مرحلة خطرة. في عالم الموازنات لابد أن تكون هموم المواطن رقم 1 وتتصدر أولويات القيمة المالية التي تحملها الموازنة إجمالا. إلا في العراق فالموازنة لا تعبر إلا عن لغة الأرقام التي لا يفهمها سوى أصحاب الاقتصاد، فالتعويل عليها بسيط كالعادة. من محافظة كركوك نوصيكم بالعراق، على إكرام، بلاد الفضائية.